بس بقى يا ستي وعنسى. اللهم صل على النبي. اخيرا عملت اكتر اكله بحبها في حياتي. مهرجان النجوم. عايزه ايه دي؟ لا مش دي اللي احنا بنعملها كل مره، دي ورقه فراخ. ورقه فراخ بالخضار يا جماعه تجنن. يعني احنا لما نعمل كده كل واحد يبقى ياخد ايه ورقته، والورقه دي بقى تلاقي بقى فيها ايه البطاطس والخضار. وطبعا ما ننساش البطل معانا لصينيه الجلاش اللي بالجبن دي. انا عاملاها بطريقه جديده شويه. بصوا ما لزقتش اهي. انا اول مره اعمل الجلاش ده معاكم، لو جربتوه هتعملوه كده كل مره، ولادك هيطلبوه منك على طول. بجد يا جماعه حلو قوي، لازم تجربوه. يلا بقى يا جماعه، سفره النهارده فاخر من الاخر، شغل مطاعم بصحيح. وفعلا فعلا ما فيش حد من البيت الا هيقولك ايه الطعامه والجمال والحلاوه دي. حقيقي يا جماعه. بصوا بقى، انا عامله صينيتين فراخ، كل صينيه بطريقه مختلفه عن التانيه. بس مبدئيا كده ولا كده انا بقطع الفراخ اهو زي ما انتم شايفين. معلش يا جماعه المفروض اجيبها متقطعه، بس يعني ذكاء. انا اصلا بعد ما اشتريتها قررت ان انا اقطعها، ما كنتش عارفه احشيها اعملها صينيه، قررت ان انا هعملها صينيتين. المهم يا ستي، بعد ما قطعتها كده وتشققيها طبعا زي ما انت شايفه كده، غسلتها بقى كويس جدا وشطفتها كويس جدا جدا. وبعدين هبتدي بقى اجيبها علشان نتبلها. اول واحده وتاني واحده هتبلهم بنفس التتبيله، بعد كده نبتدي نعمل تتبيله جديده لتاني واحده. المهم انا جبت بصل مبشور ملح وفلفل اسود للفرختين. ركزي معايا عشان هقولك طريقتين لصينيتين بطاطس احلى من بعض. حابه تعمليهم في نفس اليوم او كل يوم تعملي صينيه حلوه قوي. انا سبتهم في التتبيله دي ما يقلش يا جماعه عن نص ساعه اقل حاجه، يعني لو من بالليل في التلاجة يكون احسن. المهم دلوقتي انا جبت ايه بقى؟ توم، زيت، ملح وفلفل، سماق وزعتر، بصل وتوم باودر، زنجبيل بودره، صلصه. وبعدين ابتديت اعمل كل ده ميكس مع بعض كويس جدا كده، عشان دي التتبيله بتاعت صينيه الفراخ الاولانيه اللي انا هعملها معاكم، اللي هي اسمها ورقه الفراخ بالخضار. حلوه قوي يا جماعه. المهم في الاخر انا رشيت عليها بابريكا مدخنه عشان تديها طعم التدخين. يلا بقى هنعمل الخضار اللي هيدخل مع الورقه دي. دلوقتي بقى يا جماعه انا بخرط الخضار اللي هعمله في ورقه الفراخ. عايزه اقول لك طعمها حلو قوي بجد، هتعجبكم جدا. جزر، بصل، فلفل احمر، فلفل اخضر، رومي طبعا. وبعدين جبت زيت على النار معلقتين مش كتير، عشان انا عايزه البصل نقدر نقول متشوح. شوحته كده لغايه ما لونه زي ما انتم شايفين اخد لون. وبعدين نزلت بالجزر والفلفل الالوان وشوحته كويس جدا جدا. وبعدين هحط له حاجات بسيطه قوي بس هتعلي طعمه قوي قوي. احط ايه بقى؟ رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود ورشه من البابريكا ورشه من الزعتر، وكمان هحط باربيكيو صوص. الزعتر لما تيجي تحطيه تفركيه بايدك كويس، تشوحي تشويحتين لغايه بس ما الجزر يدبل معايا شويه، ما يبقاش بيقرقش بس مش كتير. هي لسه هتخش في ورقه الفرن. بصوا انا هعمل صينيتين زي ما بقول لكم. انا بقى ايه، هخرط كل البطاطس دي. تخريط البطاطس الاولانيه بتاعت ورقه الفراخ بالبطاطس هخرطها مدور، لكن الثانيه هعملها كارو. خليكم بقى معايا. انا جبت فويل وعليه ورق زبده، وهحط لكل مواطن 4 بطاطسيات، وعليها معلقتين 3 من الخضار، وعليها ربع الفرخه. ودلوقتي انا مولعه الفرن عشان تبقوا عارفين، قبلها ب10 دقايق على درجه حراره 180، وحطيت الرف في النص، وهبتدي اقفل معاكم ورقه الفراخ اللي بالخضار اللي طعمها يجنن بجد يا جماعه. عايزاكم كلكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. يبقى انا بحط الفويل الاول ورا ورق الزبده، وبعدين ببتدي احط البطاطس. على فكره البطاطس تخريطها تخين، اوعي تنسي تخريطها تخين. تحطي 4 بطاطسيات، 5 6 7 براحتك، يعني انت ممكن تحطي اكتر من كده بطاطس. ومعلقتين 3 من الخضار وربع الفرخه، يعني كل مواطن هياخد ربع فرخه ويتعمل له صوره الدنانير اللي انتوا شايفينها دي. دخلتها بقى الفرن، اخدت حوالي ساعه الا ربع، وطلعتها زي ما قلت لك في الرف اللي في النص. كانت بقت تحفه. وطبعا ساعه الا ربع يا جماعه كفيله جدا انها تسوي البطاطس بالفراخ وتدخل طعم الكلام ده كله في بعضه. تتبيله الفراخ بقى مع التتبيله اللي احنا عاملينها للخضار اللي في على النار، مش عايزه اقول لكم قد ايه الخضار دايب وجميل. عشان كده بقول لك خرطي بطاطس تخين والجزر كمان علشان ياخد تسويته ما يبقاش مهري. انا كده دخلتها الفرن تاني تاخد وش بس ثواني، يعني وشها يلون. دلوقتي بقى الصينيه التانيه البطاطس متخرطه كارو زي ما انت شايفه، وزودي بقى البطاطس عشان هتتنسف حرفيا. خرطت بقى عليها ايه؟ فلفل سبايسي وفلفل رومي ورشه ملح وفلفل اسود، وهجيب بصل مبشور وهحطه عليها برضو، وهجيب معلقتين من السمنه البلدي. جبت بقى الفراخ اللي هي متسابه في بصل بقالها ساعه او نص ساعه وهحطها. وعلى فكرة انا برضو مش هكتفي بكمية البصل دي، انا هجيب بصل مبشور تاني، علشان كده هي الفراخ اللي متطعمة بالبصل مش البطاطس. فانا هجيب حوالي بصلاية تانية مبشورة
او متخرطه في الكبه براحتك يعني، وهتبلها برده بملح وفلفل اسود عشان ادعك بيها البطاطس نفسها. يعني الفراخ خلاص هي جواها البصل اوريدي، البطاطس نفسها محتاجه البصل ده عشان تطلع بقى ميتها، لان احنا ولا هنحط لها طماطم ولا هنحط لها ميه ولا هنحط لها حاجه تاني. الفكره كلها في التسويه زي ما انتم شايفين كده. انا بحط عليها ورق زبده وبقفله كويس جدا جدا، وبحط الفويل. خلي بالك الفويل ما يبقاش كتير قوي من الجناب عشان ما يتحرقش منك على النار. هحطه على النار ووطي جدا لغايه ما تطلع ميتها. عدى قد ايه؟ عدى نص ساعه. هفتح عليها، لو تلاحظي معايا طلعت صوص البصل بالفراخ، طلع صوص. الفكره في نجاحها البصل اللي محطوط مع توطيتك للنار مع معلقتين السمنه البلدي هتخليها تحفه. زي ما انت شايفه انا دلوقتي حطيتها على وشها وابتديت ان انا اقفلها تاني علشان تاخد نص ساعه تاني على الوش التاني، والنار واطيه جدا. ما تقوليش ايه ده النار واطيه جدا، هي كده هتستوي لما اعلي؟ لا، هي حلاوتها انك توطي النار فتطلع ميتها وتستوي فيها. والبطاطس بالصوص بقى مش عايزه اقول لك يا جماعه، بصوا هتجيبي العيش وتغمسي بقى وتتخانقوا عليها. جبت بقى معلقه سمنه بلدي كده فرشه بسيطه وحطيتها على الفراخ ودخلتها الفرن، بس كنت بتاكد يعني انها استوت الاول علشان ادي وشها لون في 5 دقائق. يعني انا ولعت الشوايه وطفيت الفرن وحطيتها تاخد لون على الوش عشان الفراخ بس تاخد لون مش اكتر. يلا بقى نعمل الجلاش يا جماعه. بصوا انا عارفه ان الفيديو فيه اكلات كتير، بس هو بجد يعني ده كان يوم جميل والولاد كانوا مبسوطين قوي قوي. انا جبت جبنه قريش او جبنه ملح خفيف، اي جبنه بيضه بتحبيها، وبعدين حطيت عليها موتزاريلا او شيدر وخرطت عليها فلفل وبس كده، ما حطيتش حاجه تاني. جبت صينيه بقى حطيت عليها فرشه من السمنه البلدي، وبعدين دول ورقتين من الجلاش. انا بقى الجبنه دي مش هحطها على مره واحده، انا عايزاكي بس تركزي معايا كويس عشان هي حلوه قوي هتطلع معاكي تحفه. ولا تقولي لي بيتزا ولا تقولي لي فطير شرقي. انا قسمت الحشوه دي قدامي كده على 3 اقسام. اللي انا حطيته ده ايه؟ بعد لما حطيت الجبن دي حطيت عليها الزعتر الحلبي او المحوج زي ما بيقولوا، وبعدين حطيت 4 ورقات من الجلاش، بس كل ورقتين لازقين في بعض. دول 4 ورقات من الجلاش، بين كل ورقتين وورقتين تحطي رشه من السمنه البلدي. الطبقه اللي هتحطي عليها جبنه ما تحطيش عليها اي سمنه، كفايه جدا الجبنه. خلاص يبقى انا قسمت الورق وعديته وقسمت الجبنه الى 3 والورق كمان قسمته ل3، وكل مرحله فيهم ببتدي احط لها الزعتر المحوج ده، بيديها طعم يا جماعه مش طبيعي. طبعا ما عندكيش خلاص براحتك يعني مش مشكله. خلاص انا كده خلصتها. تبتدي بقى تدخلي كل الجوانب. دخلت بقى كل الجوانب كده في الصينيه زي ما انتم شايفين، وابتديت ان انا اقطعها بالسكينه، وجبت حوالي نص كوبايه من اللبن بعد ما حطيت على وشها معلقتين من السمنه البلدي، وبعدين نص كوبايه اللبن دي مهمه جدا جدا. وما بحطش بيض، عايزه تحطي بيض براحتك، انا ما بحطش بيض، كده احسن بكتير. بعد ما حطيت نص كوبايه اللبن دي كان باقي معايا برده معلقتين 3 كده من الزعتر الحلبي ده، برده رشيته زي ما انتم شايفين كده، ومعلقه من حبه البركه، ودخلته الفرن مسبق الحراره بقاله 10 دقايق، بتاخد 25 دقيقه في الرف اللي في النص. دلوقتي بقى هنبتدي نعمل السلطه. هنخرط السلطه. انا يا ولاد خرطت خيار، طماطم، فلفل اخضر اللي هو الفلفل الرومي، خرطت كمان جزر، وهبتدي اعمل الدريسنج بتاعها. حطيت مستردة وليمون وملح وبابريكا وسماق وفلفل اسود، ويا ريت لو زيت زيتون او اي زيت عندك متوفر يعني. المهم ده بقى بيتحط عند التقديم، يعني الصوص ده عند التقديم عشان ما تتبلش منك. ادي خلاص الايه الجلاش بتاعنا طلع. صينيه الفراخ ما خدتش 10 دقائق في الفرن اللي هي اوريدي مستويه على النار. الصينيه الثانيه كمان فتحت الفويل وشغلت الشوايه واديتها وش كده على النار برده عشان تاخد لون. اكلنا حلو جدا جدا. يا ريت يا ريت يا ريت تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وبجد انا عايزه اسمع رايكم، وبالذات بقى لما تعملوها كمان. يعني قولوا لي رايكم دلوقتي وقولوا لي رايكم لما تجربوها، عشان بحب جدا اسمع رايكم في الاكل. عايزه اقول لكم بقى لما كرملنا البصل وحطينا عليه الباربيكيو مع التوابل اللي حطيناها، مديه طعم للبطاطس اللي هي بطاطس اوريدي دخلت نيه مع تتبيله الفراخ كمان. لا 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 لا. وبعدين شايفين رغم انه صدر ورغم ان مفيش ميه مفيش اي حاجه خالص اتحطت معاه في الفرن، لكن داب واستوى. وعايزه اقول لكم كانت دايبه بطريقه. انا عندي ولاد في جزء من ولادي ما لهمش في الصدر، قالوا لي ايه يا مامي ده احنا اول مره ناكل صدر بالطعامه دي. بجد التتبيله وطريقه التسويه تجنن. لا والصينيه دي حوار رغم بساطتها بس طعمها يجنن. صوما مقبولا وافطارا شهيا. يا ريت تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، بحبكم جدا جدا، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.